قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني رأيت البارحة عجبا. وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عجب فهو فعلا عجب. قال: رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءته صلاته فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه منهم. ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا فجاءه صيام رمضان فسقاه. ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة. ورأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره لوالديه فرده عنه. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالت إن هذا كان واصلا لرحمه فكلمه وكلموه وصار معهم. ورأيت رجلا من أمتي يأتي النبيين وهم حلق كلما مر على حلقة طرد فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبي، يعني إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار بيديه عن وجهه فجاءته صدقته فصارت ظلا على رأسه وسترا على وجهه. إخواني أخواتي، الآن لم ينتهي الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورأيت رجلا من أمتي جاءته زبانية العذاب فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى بها في الدنيا من خشية الله فأخرجته من النار. ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته إلى شماله فجاءه خوفه من الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. أفراط أي أطفال الذين ماتوا في صغرهم. ورأيت رجلا من أمتي على شفير جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي يرعد كما ترعد السعفة، السعفة غصن النخل يعني، فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعدته. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة ويحبو مرة فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاز، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله فأخذت بيده فأدخلته الجنة. الله أكبر.